معنا أبو محمد من العراق، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ يا مرحبا، حياكم الله. إذا أمكن حضرة الشيخ. حياك الله. تفضل. والله يسكن. الشيخ العزيز، سؤال. تفضل. لنفترض أنه دخول النساء مشمول بآية التطهير وأهل البيت مشمولين كذلك. نعم. سؤالي كالآتي: لو أن شخص من هؤلاء أهل البيت عاد رسول الله صلى الله عليه وآله، عاد، هل يشمل بآية التطهير أن يخرج منها؟ عفوا، عاد رسول الله، عاد رسول الله أو كذب على الله وعلى رسوله، هل يخرج من التطهير؟ نعم. شرعا شيخ العزيز، سؤالي واضح. أعد. من آذى رسول الله له عذاب في الدنيا والآخرة أم لا؟ بلى. بلى؟ بلى، إذا تعمد إيذاء النبي نعم له ذلك. سؤالي كالآتي: سورة الأحزاب آية 56. نعم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. طيب. جيد؟ طيب. جيد. صحيح مسلم صفحة 705 رقم الحديث 1479، والراوي عمر بن الخطاب الخليفة الثاني قال: أوصل بك الأمر يا ابنة أبي بكر أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالت: ما لك وما لي يا ابن الخطاب، عليك بعيبتك. ثم ذهب إلى حفصة وقال لها: أوصل بك الأمر أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله؟ والله إن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحبك، ولولا لطلقك. هذا الأول. طيب، شيخ الحبيب أبو محمد من العراق الذي حقيقة تفوه يعني بعبارات، نحن نسمح لهم أن يدلوا بآرائهم، لكن عموما تفضل شيخ. يسمح إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بالنسبة لقوله أن عمر رضي الله عنه قال لعائشة: لماذا تؤذينا؟ هذا قول عمر، وليس نصا من الله تبارك وليس نصا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إيذاء النبي، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل وقيل له: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة صلى الله عليه وسلم. فقضية أن عائشة آذت النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح أبدا، ولا يسلم له، بل الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هو علي رضي الله عنه. أنا حمار وغبي. الحمد لله رب العالمين، الاثنين حمار وغبي. باركي لي يابا، أنا حمار وغبي. ايه يا ابن المجنونة، فيك ايه؟ فيك ايه؟ المعلومات مش عايزة تثبت. ليه؟ غالبا والله أعلم كده، في خرم في دماغي، فالمعلومة بتنزل بتروح بقى مع الصرف الصحي كده، فمفيش حاجة بتدوم.